الطاقة. دكتور محمد خميس وأنت أستاذ للطاقة. الدكتور محمد سيد النجار كان بيقول في أحد دراساته إن الدعم 90 مليار دولار. الناس بتتكلم على دعم البنزين أو الدعم الموجه للمواطن العادي في أنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار، قال لك في حدود 24 مليار دولار، والباقي موجه للمصانع. فقال إن المصانع بتاخد الطاقة بسعر مدعم من الدولة، وقال لو شلنا هذا الدعم على المصانع سنوفر كثيرا جدا من عجز الموازنة. الطاقة ده عايز له حلقة كبيرة لوحده يعني. لكن طبعا عموما الطاقة في مصر في أزمة، والأزمة بتاعت الطاقة في مصر بقالها حوالي 5-6 سنين، ودي جت نتيجة سوء تخطيط من المسؤولين وعدم توقع للاحتياج بتاع الطاقة. أنا بتكلم دلوقتي عن الطاقة الكهربائية بصفة مبدئية الأول. نبدأ بالطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية. فالطاقة الكهربائية المفروض إنك أنت دايما يبقى عندك الطاقة المولدة أو المركبة اللي عندك في المحطات أكبر من الطاقة اللي مطلوبة منك. طب اسمح لي، هي الطاقة الكهربائية في مصر احنا كنا واحنا صغيرين نعرف إن الطاقة بتيجي من السد العالي. لما كبرنا بقى وبقينا نتكلم على الدعم يقول لك دي محطات كلها شغاله بالسولار، والسولار ما يعني ايه، فيها جزء من الطاقه اللي هي مكلفه، يعني زي السولار. يعني الطاقه في مصر عندنا اساسا حوالي 80% من الطاقه بنسميها سيرمال باور ستيشن، طاقه حراريه، اللي هي محطات البخاريه زي شبرا الخيمه ودي بتشتغل بالسولار. دي بتشتغل بالسولار. والطاقة الهيدروليكس اللي هي السد العالي وخزان أسوان يمثل في حدود 10% من الطاقة. وحوالي 3-5% الطاقة اللي جاية من الرياح والطاقة الشمسية اللي هي في الزعفرانة تحديدا، مدخل الغردقة. والحقيقة احنا يجب ان احنا نتجه الى الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي طاقة السولار والطاقة الشمسية. وبالمناسبة انا لسه كنت راجع من دبي من معرض للطاقة، ويمكن اكتر من نص المعرض مخصص للطاقة الشمسية، طاقة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. طاقة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مشكلة مالية. المشكلة المالية ان الثمن المبدئي للمحطة اللي تنتج طاقة شمسية ثمنها قد المماثل ليها من الديازل او من الستيم حوالي 7 أو 8 مرات. تكلفة المحطة كإنيشيال كبداية كده. فده يؤدي الى ان لازم الدولة تتدخل وتساعد الناس على انها تبني محطات طاقة شمسية، ثم تاخد الفرق بعد كده على 5 سنين على 7 سنين، وانا هدفعه كراجل باني طاقه شمسيه كما لو كان ده الوقود، لان الطاقه الشمسيه زي ما انت عارف ان ملهاش وقود، هي الشمس اللي عندنا حوالي 320-330 يوم في السنه. المشكله الثانيه في الطاقه الشمسيه هي انها بتحتاج الى مساحات كبيره علشان تفرد الفوتو فولتاج سيلز دي، محتاج الى مساحات كبيره، واحنا ما عندناش المشكله دي لان احنا عندنا مساحات كبيره من الصحراء. في حل سريع أنا بقترحه على وزير الكهرباء لمحاولة تجاوز المشكلة الحالية، وهي أن يسمح للمصانع والوحدات اللي عندها، المصانع اللي عندها وحدات توليد احتياطية، جنريتورز، أنه يدخل يغذي الشبكة العمومية في فترة ما هو مش محتاج الكهرباء، يعني يدخل على الجريد. بس هي المشكلة انه عايزين يحاسبوا المصانع بتكلفة الكهرباء الواطية قوي اللي هي ال5 صاغ اللي هي بيدوها لصغار المستهلكين. فالموضوع ده انا متهيألي لو وزير الكهرباء دعا الناس اللي عندها محطات كهرباء قدرات معقولة ويقعدوا مع بعض ويشوفوا ازاي يغذوا. احنا عندنا طاقة وحدات توليد كهرباء في مصر تتعدى 5000 ميجا وات. احنا انتاجنا كله من الكهرباء 24,000 ميجا وات. الطلب الديماند عندنا المتوقع الصيف ده هيبقى 27,000 ميجا وات. يعني عندنا عجز 3000. عندنا عجز 3000. فلو هو سمح لكده يقدر يغطي نفسه لغاية ما ينشئ محطات
سواء سولار او ويند او حتى محطات تقليديه. عشان يغطي هذا العجز. ده اللي هو اللي بنسميها الحل السريع، خطه اسعافيه سريعه. بالظبط كده، خطه اسعافيه سريعه. طب احنا هنكمل مع حضرتك، بس احنا معانا على التليفون الاستاذ او المهندس احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية. اهلا بسيادتك معانا. اهلا، مساء الخير يا فندم. مهندس احمد، احنا بنتحدث الان مع الدكتور محمد خميس على موضوع الطاقة، وانا كنت استضفت حضرتك واتكلمنا منذ اكثر من شهر على موضوع ارتفاع اسعار المازوت، وحضرتك قلت لي ان ارتفاع اسعار المازوت لا يؤثر. النهارده نجد اضراب او شبه اضراب لمصانع الطوب بعد ارتفاع اسعار المازوت. ايوه يا فندم. هو حضرتك احنا كشعب عامه لمواد البناء من 2006 طلبنا رفع الدعم، مش عايزين نقول رفع سعر الطاقه، رفع الدعم عن الطاقه المستخدمه في المصانع كثيفه الطاقه اللي هي كصناعه الاسمنت والحديد والاسمده والسيراميك والكلام ده، لان الدعم ده مخصص لمستحق الدعم او الفقراء او محدود الدخل. مش المفروض ان انا ادعم شركه اجنبيه كشركات الاسمنت بتبيع لي الاسمنت زياده عن الاسعار العالميه $40 وانا اديله طاقه بسعر مدعم. ده كان طلبنا من وزاره الصناعه من 2006. احنا فوجئنا ان الطوب والاسمنت زاد والحديد ما زادش للاسف الشديد. يعني بالنسبه للاسمنت هم المصانع زودت الاسعار استباقا من حوالي من 70 ل 80 ل 100 جنيه حسب سعر كل مصنع، فمش فارقه معاه لان المصانع دي بتحقق مليارات. النهارده ما فيش منتج او مصنع اللي بيتحمل التكلفه في النهايه المستهلك. فانا شايف ان ما كانش داعي ان احنا نفرض على مصانع الطوب، كان الاولى ان احنا نفرض نرفع المازوت والطاقه بصفه عامه، او نرفع الدعم، مش هنقول نرفع الاسعار عن المصانع دي، ويستثنى مصانع الطوب من هذه القصه. بس احنا ضد الاضراب، لان اذا كان تكلفه الطاقه هنفترض انها 30 او 40 جنيه في ال1000 طوبه، فالمنتج اصلا بيحملهم على المستهلك. طب هم رفعوا اكتر من كده يا باشمهندس احمد، رفعوا اكتر من كده مصانع الطوب على ال1000 طوبه. على حسب مسافه المنطقه او المحافظه من المصانع. يعني كفر الزيات سعر الطوب في الغربيه غير في المنوفيه غير في الدهليه، لان في النقل بيبقى له يعني جزء كبير من السعر. فاحنا اللي دايما اللي بيتحمل التكلفه المستهلك. يعني اترفع 100 جنيه، شقه ما بتاخدش اصلا 20,000 طوبه او 15,000 طوبه. احنا الكس اصلا في الاسمنت اللي الطن اترفع 150 جنيه في الشهر، الحديد اللي اترفع سعره 100 جنيه. فاحنا كان طلبنا من وزاره الصناعه انها ترفع الدعم عن الصناعات اللي هي الثقيله كالاسمنت والحديد، اللي هي يعني ارباحها تقريبا 100%، ما تفرقش معاها مليارات. يعني انا اعرف احد الشركات محقق مليار و200 مليون السنه اللي فاتت. فلو بقوا مليار و100 مليون او بقوا مليار وراحوا ل 200 مليون في الطاقه الزياده مش فارقه معاه. فاحنا المفروض كنا ادينا فرصه للمصانع دي، كنا دخلنا لها الغاز، يبقى في طاقه بديله. ما تبقاش ان انا اعطي صناعه زي صناعه الحديد واطبق الاسعار دي على الناس الغلابه يعني. وليه استثنى وزير الصناعه او وزير البترول او رئيس الوزراء صناعه الحديد من ان الدعم ما يترفعش عنها؟ هنا في علامه استفهام يعني للاسف الشديد. يعني كنا نتمنى ان بتوع منتجي الحديد، لان هم قادرين ان هم يتحملوا، وان زياده التكلفه مش هتبقى عندهم 80 جنيه وهم زودوا حوالي 2000 جنيه من ديسمبر لغايه دلوقتي، حوالي 1000 جنيه في السن. 80 جنيه ما كانوش هيعملوا حاجه، وكنا خلصنا من المشكله اللي حدثت مع مصانع الطوب. طب احنا بنشكر سيادتك على هذا الايضاح، ونعود للدكتور محمد خميس. احنا كنا بنتكلم في الكهرباء ودخلنا في المازوت، احنا نرجع للكهرباء تاني، بس انا كنت عاوز تعليق حضرتك على اللي قاله المهندس احمد الزيني. انا ليا اقتراح علشان نحل المشكله دي، ان ما فيش حاجه اسمها دعم، بمعنى ان التكلفه بتاعه المنتج تتباع للمصانع
مهما كان ده كثيف او قليل الطاقه بسعر التكلفه، لان الدعم ده بيستنزف حوالي 70-80% من مواردنا. بالظبط. طب نحلها ازاي؟ انا عايز ادعم مين؟ انا عايز ادعم الراجل اللي دخله قليل. فالراجل اللي دخله قليل ده لو هو هيبني بيت مثلا على سبيل المثال، هيحتاج طوب واسمنت وحديد و الى اخره ودهانات الى اخره. انا بقترح ان ممكن هذا الشخص هيشتري الطوب والاسمنت والحديد بسعر السوق اللي موجود، ثم وزاره الاسكان تقدر له فرق الاسعار قد ايه وتديهوله كمبلغ نقدي لما يبني العماره او في اثناء مراحل بناء البيت بتاعه. يعني اللي انا عايز اقوله زي حكايه العيش، انا ممكن دلوقتي بدعم الدقيق والعيش، لا اما الدقيق بيتباع في السوق السوداء، لا اما العيش بيتعمل بصوره سيئه ولا يصلح للاستخدام الادمي، لا اما ان العيش ده هو يترمي في صفيحه الزباله نتيجه ان هو سوء انتاجه. لكن انا ممكن ادعم الرغيف العيش، يعني دايما ادعم نهايه المرحله مش بدايه المرحله. يعني حضرتك بالظبط كده مع رفع الدعم عن كل المصانع؟ رايي ارفع الدعم عن كل المنتجات، لكن اشوف الفئه اللي محتاجه دعم واشوف استهلاكها. طب ما ده هيؤدي لرفع الاسعار. ما هو احنا ابينا علشان دلوقتي لما يجي يقول لك انا عندي 90 مليار جنيه مصري دعم شوف بالك بيستنزف كل موارد الدوله. لا طب انا كنت مع احد المستثمرين من كذا حلقه قال لي انا موافق ان انا ارفع الدعم على المصنع، بس ده على 4 سنين، لانه كان بيشتكي مثلا في اكتوبر هنا من رفع الميه مثلا على المصانع وهكذا. يعني هو موضوع بردك الدعم بردك احنا محتاجين نشوف ارتفاع سعر الميه مثلا. انت بدل جبت سعر الميه دي تمثل كام في المية من قيمه المنتج؟ يعني لو هي بتمثل 10% 5% من قيمه المنتج وهي زادت 20%، معناها هتزود 1% من ثمن المنتج. لكن لو هي بتمثل 70% من قيمه المنتج وزادت 10% يبقى هتزود 7%. يبقى احنا محتاجين لما نيجي نفكر نبص بقى نعمل دراسات كده تكلفه الطاقه بالنسبه للمصانع قد ايه؟ بالظبط. او مدخلات الانتاج سواء كانت طاقه او مدخلات الانتاج ومدى تاثير ارتفاع اسعارها على المنتج النهائي.